سؤال يهمنا انا. اتفضل. احيانا دايما لما بحس كده انه الهديه لما تكون طقم كاسات او مش عارف ايه، بحس ان دي مش هديه للام، دي حاجه احنا تقليدية، حاجة هنستخدمها. تقليدية. صح؟ هل انا احساسي صح؟ يبقى احنا نخلينا في الهدايا اللي هو قيمة شوية. لا اللي هتستعملها الام، اللي هي صح. خاصه بالام نفسها، صح كده ولا وجهه نظري غلط؟ صح طبعا. تمام، لان دي نقطه يعني انا كنت بستغربها دايما. طب انت جبت طقم كاسات ولا جبت مش عارف هو انت ما ميكروويف ولا نوهتهالوش، فاهمه؟ اللي هو انت جايبها في الاخر ما هتستعملها انت برضه يعني حتى لو في البيت. هل انا ربنا وفقني في ده؟ فالحمد لله يعني الحمد شيماء لله. ربنا. طب الحمد ربنا لله، وفقك. وانا كمان وفقني اكيد في الفكر بتاعي. وصلت صح. الحمد لله. معايا النهارده على المكتب اول اتنين، اول واحده يعني شفتها في الدنيا، واول واحده علمتني كل حاجه في الدنيا وخطيت معاها اولى خطوات حياتي، واول شخص علمني ازاي اقعد قدام الكاميرا واتكلم. ودكتور كريم انا بشكرك على الهوا للمره المليون. ربنا يخليك. اتفضل يا كريم كده. طيب احنا النهارده طبعا بما ان شيماء اختارتك من ضمن الامهات المثاليه، فاحنا النهارده هنقوم طبعا بتكريمك على الهواء مباشره، لان دي بقى نوع بقى من الهدايا جديد بقى. انا من شويه سالتك عن الهديه اللي تعجبك عشان في هديه احلى. بس في بقى اعتقد ان النوع دوت بالذات مختلف جدا وصعب صعب يتكرر مع اي ام. فاحنا النهارده بالفعل احنا جايبين لك حاجه بسيطه كده نكرمك بيها على النموذج الجميل اللي حضرتك بتقدمه لنا النهارده. اتفضلي. الله يخليك. متشكره قوي. الله يخليك. يا رب تعجبك. وده طبعا يعني هي ما كانتش تعرف والله يا جماعه. الله يخليك. متشكره قوي. الله يخليك. العالم يراكي الأم المثالية، أما أنا فأراكي كل الدنيا. دي مني أنا. هي بصراحة ده تأليفها. أنا عارفة. وأنا اللي طبعته. ربنا يكرمك. أنا ساهمت في العمل. وأنا اللي جبته.